الجديد؟ كله تمام يا سعاده الباشا. انا جاي لسعادتك دلوقتي بس علشان عايز ازود شويه الكميه اللي باخدها من سيادتك. ليه تاني؟ يا باشا الشغل ماشي زي الفل ما شاء الله. الله ما يحسد المال الا اصحابه يا باشا. الواد طلع طالب كميه زياده. الشغل ماشي تمام. والغريب يا باشا ان البضاعه اللي بياخدها بيدفع فلوسها تمام. وايه تاني؟ الواد ده يا سعاده الباشا الظاهر كده انه بقى يلعبها صح. فتح سوق لنفسه في الجامعه في وسط التلامذه، ما هو في وسطيهم بقى ليل نهار. الواد ده عايزك تاخد بالك منه. ما يطلب بضاعه اديله، واديله بالزياده كمان طالما بيدفع. اوامرك يا كبير. مش كده وبس، انا عايزك برضو تاخده تحت جناحك. اكتر من كده يا باشا، الواد ده طماع. انت عارف سيادتك بيكلمني في ايه من دول؟ انا عايز يخطب اختي زينه ويتجوزها. ينفع كده يا باشا؟ جوزها له. بقول لكم يا جدعان، انا عندي حل للموضوع ده، وحل سهل جدا. هو الواد ده مش مدمن؟ بودرة وهيروين يعني. الواد ده لازم يروح مصحة. يا سلام، ما انا حاولت معاه 100,000 مرة ومرضيش. اسمعي بس، هنوديه مصحة كده نص لبة، وهوصيلك عليه انا. ده بياخدوا الجدع من دول، ياخدوه بقى يحبسوه بين القضبان، ويأكلوه ويشربوه ويزنجفوه لحد ما ينسى البودرة دي. وانا اكد لك انه هينساك انت اصلا قبل البودرة، يا اما بقى يموت ويتكل على الله. طب ويا ترى المكان ده فين؟ حتة مقطوعة في حلوان. ايوه يعني افرض حاول مثلا يصرخ يهرب. يصرخ مين يا عم لؤي ولا يهرب مين؟ دي حتة مقطوعة. وبعدين صحيح، انت مش معاكي عقد الجواز ده؟ انت ممكن تروحي بيه المصحة دي تمضي عليه بس، والناس دي اللي بيروح يمضي هو اللي لازم يروح يخرجه. ايوه بس انا وزكريا كنا متجوزين بعد عرفي. ما تقلقيش، الناس دي بيهمها الحالة بس، وبعدين كله هيخلص بالفلوس. هما بياخدوا فلوس كتير؟ بالنسبة لك انت يا عسل مش هتبقى كتير. احنا مش جايين نعمل عليكي مصلحة، احنا كل اللي يهمنا ان احنا نخلص منه. بس ده هيبقى حل نهائي؟ يعني نضمن انه مش هيهرب، مش هيرشي الناس وينط من على السور؟ يا عم خالد، يا عم خالد، الناس اللي محبوسة هناك دي عيال، الناس اهاليهم رمتهم، زهقت منهم خلاص. وبعدين دول قاعدين مع ناس اللي هم ماسكين المصحة يعني مدمنين زيهم، لا ده ينفع يدور ولا ده ينفع يلف. ما تقلقوش يا جدعان. هي يا جماعة فكرة حلوة فعلا، بس انا حاسة انها تخوف قوي. ما تخافيش بقى، انا قلت لك طول ما انا جنبك ما تخافيش. يا جماعة المهم دلوقتي احنا هنودي الواد ده المكان ده ازاي؟ انا اقول لك، احنا نجيب القفص ده هناك، ونجيب جزازة بيرة وبرشمتين منوم ونطحنهم، ونحط برشمتين المنوم جوه جزازة البيرة، يشرب جزازة البيرة يدلق، ناخده نوديه المكان ده. كلمي بقى زكريا، خليها نخلص من الليلة دي. طيب طالما اتفقنا وكله تمام، اروح انا بقى اظبط المصحة دي ولا استقلكوا الدنيا هناك. قشطة يا عسل، سلام. وانا هقوم اجيب المنوم. وانا اكيد لازم اجي معاكم عشان ادخله بنفسي. لا مش لازم انت توديه بنفسك. يا راجل ما ينفعش، انا لسه معايا ورق الجواز العرفي ولازم امضي على دخوله. اتأخرت عليك. لا لا يا دكتور، ولا يهمك، كلنا فينا العلم. كنا بنقول ايه بقى؟ قول لي يا دكتور، نسيتني؟ انا طلعت يا دكتور اللي جالك من طرف الواد ميشو. ميشو انت اللي جايب زبون مريض جديد. ايوه انا اللي جايب مريض جديد. اسم الله عليك يا دكتوره.
وطبعا عارف النظام بتاعنا، مفيش حاجة بتخش جيبي، كله لمركز أبحاث المستشفى وبيراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. يا دكتور يا دكتور، انا كل اصحابي زباينك هنا، انا عارف كل حاجه، ما تقلقش انت. الأسعار زادت شوية. يا دكتور بقول لك ولا يهمك، فيها يا دكتوره. بص يا دكتور، الضحيه اللي انا بكلمك عليها دي مش انا اللي مسلمها، دي مراته هي اللي مسلماه. والوليه دي متريشه قوي، تدفع فيه اي حاجه. بس انت لازم تكون فاهم حاجه كويس قوي يا دكتور. خير. الواد ده هيحاور عليك. اسمع، هيحاور عليك، هيقول لك خرجني بقى ويلغيك في فلوس، ان هو يديك فلوس كتير ويظبطك، كل الشغل ده انت عارفه يا دكتور. هو هيحور يعني؟ وانا هدور. الكلام ده ما ياكلش يا حلاوه. المصحة عندنا هنا مش مجرد علاج، دي تجربة حياة مع عوض الدقاق. حياة؟ ايه ده يا دكتور؟ ده كده دقاق. هو ده الدكتور؟ ما هو كان لابس البلطو بالعادي. يا دكتور! ادي واحدة وادي التانية. ايه الباكت ده مش كتير؟ دي مش بتعزين؟ قوي. لا حط. مش هيحصل له حاجة؟ لا خالص. الله يرحمك يا زكريا. ما توترونيش بجد. كده هينام نوم التنين. زكريا جابوا صوت. اوه زكريا. ازيك؟ عامل ايه؟ مش عوايدك يعني تتصل بيا وتقولي لي تعالى، انت حتى مش طايقاني. ليه بتقول كده؟ احنا مش اهل. اتفضل. مين دول؟ دول اصحابي عاملين حفله كده صغيره، قلت اعزمك عشان نرجع ايام زمان ونرجع اصحاب. غلطت يعني. مش مستريح لك يا ياسمين. لؤي. طيب. خالد. زكريا. انشنطن. طول عمرك حربايه يا ياسمينة. يا سلام. طيب يلا امسك، ده كيسي اصلا، امسك كاس اهو. مش عارف داخل تاخد كيسي برضه. لؤي تشرب كاس؟ ماشي اوكي. ثانك يو. خالد معاك انت؟ معايا جزازه كبيره. ما تشغليها مزيكا خير. عينيا. ده انا هيصه. منور يا زكريا. مفيش اهدي مفيش حاجة. لؤي
اتصل بطلع تشوفه فين؟ شوف. ايه دي بقى؟ الو. ايوه طلعت، انت فين؟ تعال كده تعال اهو معفر اهو شهد يخرب بيت ابو المخدره اهو كده يا ياسمين بتبيعيني يا ياسمين يا عم شهد فوق ماشي يا ياسمين ماشي خلاص اهدي بقى اهدي خلاص اهدي مفيش حاجه اهدي. انا هجيب لك الفلوس. هتيجي معايا؟ انت قلتي انك جايه. لا لازم، انت قلتي انك عايزه تتاكدي. يلا خشي هاتي الورقه والفلوس وتعالي. ها تنسيش الورقه. حاضر. ما قلنا بلاش مد ايدين بقى، قلت لك تعبانه. مالك يا بت؟ ما انت جايه تعملي ايه؟ غوري استوحي ايه؟ لا يا باشا، حقك عليا يا باشا. اسفين يا باشا، حقك عليا. غور يا بت. زوزو حقك عليا يا باشا، ده محلك يا باشا، محل. صح فيا انا يا باشا. تنزلي ويسكي هنا للباشا على حساب محل، مش هتشوفها تاني يا باشا. اسفين يا باشا. ما تقلقش انا همنجيهم. ايوه كده، صح فيا تاني يا باشا. بقول لك ايه، انا مش بحب الراجل ده، ايديه طويله، وبعدين انا مودي وحش. مودك ده هناك عند امك، انما هنا المام واكل العيش. عاجبك مش عاجبك غوري في 60 داهيه. انت على طول بياع كده. انا عارف ايه اللي ملخبط حالك يا خايبه. ما تعلقيش في حبال دايبه وشوفي شغل باشا زي اللي انت زعلتيه منك ده. لو انت بنت صايعه بصحيح كنت بلفتيه. خد سمر السنه اللي فاتت وغير لها حياتها. مش نازل لي من ذوق، يغور هو وفلوسه. انا مزاجي في حاجه تانية. طب اختفي من قدامي دلوقتي، مش عايز اشوف وشك في الصاله لحد ما يمشي. احسن برضه. ايه يا جماعه الطريق الضلمه المرعب ده؟ ماجد انا خايفه. ما تخافيش، انا معاكي. في ايه؟ اهدي. احنا هنوصل ميت. خلاص يا معلم قربنا، هنا قريب اهو. بقول لك ايه يا ست الستات، المستشفى الكبيره اللي قدام حضرتك دي. انهي واحده؟ اهي اللي قدامك اهي. بس اهو بس اركني هنا. الف حمد لله على السلامه. ماجد انا طبعا مش هنزل معاكم. زمان زكريا فاق، ولو شافني هيوديني في داهيه، هيعمل فيا حاجه. لا طبعا، لا لازم تنزلي بنفسك. الله، مين اللي هيديهم الورق ومين ايه اتفقنا ايه؟ تيجي تطمني. يلا طلع، ما تقلقيش انا معاك. خدي الورقه. ارموا هنا على المبطله. ستوب، تيجي وانت دوركم خلص. ماجد انا عايزه امشي من هنا بسرعه، ابوس ايدك. هانت ما تقلقيش. ده يا دكتور استلموه بقى وخلصوا. اخلص. ايه ده؟ اديله هموتك يا ياسمينة، هموتك. نهايتك هتكون على ايديا يا ياسمين. خلاص اهدي بقى.